السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا رب وفي أحسن حال دايما بمناسبة شهر رمضان الكريم. أنا قررت أعمل لكم الفيديو ده مخصوص، بس قبل ما ابتدي يا ريت تعملوا لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع ويوصل لكل الناس. طيب، كلنا أكيد بنحب أبطال الكرة وبنحب ألعابه، وناس كتير ما تعرفش أصلا إن أبطال الكرة ليه ألعاب كتيرة ومتنوعة على الأجهزة الإلكترونية، أو تعرف أصلا يعني لعبة أو لعبتين وبس. في الفيديو دوت أنا هرشح لكم 4 ألعاب من رأيي الشخصي هي الأمتع في السلسلة والأنسب إنكم تلعبوها في شهر رمضان الكريم وتسليكم أثناء الصيام. بس طبعا ما يمنعش نقول لا تجعل الألعاب تلهيك عن الصيام وتلاوة القرآن الكريم. وكل سنة وانتم طيبين. الفيديو هيبقى بدون ترتيب، فخلينا نبتدي على طول بأول لعبة. أول لعبة معانا وهي إنازوما 11 جو جالاكسي، سواء سوبر نوفا أو بيج بانج. اللعبة خاصة بجهاز النينتندو 3DS، وبتحاكي قصة أبطال الكرة الفرسان جزء جالاكسي، واللي فيها بتسافروا في الفضاء مع الفريق وتخوضوا رحلة طويلة لأجل إنقاذ كوكب الأرض والمجرة، والمشاركة في البطولة الكونية لكرة القدم والمجرية. وطبعا تقدروا تلعبوها على الهواتف أو الكمبيوتر، سواء عن طريق محاكي السترة أو غيره. قصة اللعبة، لو انت من محبي الخيال العلمي والفضاء، اللعبة دي هتحبها جدا، خصوصا انه اخر جزء نزل حتى الان لأبطال الكرة عموما. اللعبة بتتميز بنظام الأرواح، اللي فيها ممكن تضيف طاقة الحيوانات أو الكائنات الفضائية المتنوعة ليك، وكمان استهلاك الطاقة في الركلات مخفض عن الأجزاء اللي كانت قبليها بشكل كبير. ورسوم الشخصيات كرتونية إلى حد كبير، والمسمى بستايل اللي هو تشيبي، اللي بتكون الشخصيات صغيرة كده وبيبقى شكلها كيوت شوية، وده ممكن يفسد التجربة للناس اللي بتحب الواقعية في رسوم الأنمي شوية. لكن اللعبة عموما جميلة، والجيم بلاي فيها سلس وجميل. ولو زهقت من اللعبة والقصة، تقدر تستكشف الكون الضخم وتفتح شخصيات جديدة علشان تلعب بيهم في فريقك، أو تلعب تحديات وبطولات مع فرق أخرى من مجموعة كبيرة جدا من الفرق في كل كوكب أو في كل مجرة. لغة اللعبة ياباني، لكن تقدر تحمل باتش إنجليزي ليها وتلعب وتستمتع. تاني لعبة معانا وهي لعبة إنازوما 11 جو كرونو ستون، سواء وايلد فاير أو ثاندر فلاش. ياه على الذكريات. أكتر جزء بفضله في أنمي أبطال الكرة الفرسان كقصة عموما. يعني قصة الأنمي بتحاكي جزء أبطال الكرة الفرسان الجزء التاني، واللي فيها بتروح في رحلة جميلة جدا عبر الزمن، من أول عصر ما قبل التاريخ ومواجهة الديناصورات وغيرها من الكائنات اللي في الزمن دوت، حتى المستقبل، مرورا بالروايات الشهيرة مثل الممالك الثلاثة وغيرها. وكل هذا سعيا لتكوين أقوى فريق ممكن علشان تقدر تنتصر على الفريق اللي بيهدد الكون والعوالم الموازية والمستقبل. اللعبة أول مرة تقدم أسلوب الميكسي ماكس، اللي من خلاله تقدر تتحد بين شخصيتين لتكوين شخصية تالتة خالص بيها أفضل المهارات اللي بتختارها بنفسك ليها من الشخصيتين دول. وبكده ده يتيح ليك عدد كبير جدا تقدر تكونه وتستكشفه من الشخصيات، بالإضافة إلى نظام مهارات التحول ودروع المحارب، اللي ممكن تضيف محاربين للاعبين ما كانش عندهم محاربين، زي عامر أو زين وغيرهم من الشخصيات. واللعبة بصراحة ممتعة جدا، وبرضو لو زهقت من القصة ممكن تعمل نفس اللي أنا قلته في الجزء اللي فات. والجيم بلاي بتاعه واقعي شوية في الرسومات عن جزء جالاكسي، وبرضو الجزء بيشتغل على محاكي السترة وجهاز 3DS، واللعبة مدعومة بالكامل باللغة الإنجليزية. الجزء الثالث معانا وهو الجزء الأمتع من حيث الجيم بلاي، وهو جزء إنازوما 11 جو سترايكرز 2013.
وهو جزء نزل لجهاز الوي، وتقدروا تلعبوا على محاكي الدولفين. الجزء ملهوش قصة، كل الموضوع بتدخل تلعب مباريات منظمة مع فرق اللعبة، تمام؟ وعدد الفرق مش كبير، لكن هتستمتعوا جدا باسلوب اللعب اللي قصته بتمتد من الجزء الاول حتى جزء كرونو ستون، مرا بالافلام، وكل الافلام التلاتة موجودين فيها، بالاضافة الى فريق النسور الكبير. تقدروا تفعلوا الميكس ماكس وتستخدموا مهارات التحول ودروع المحاربين في اللعبة، بالاضافة الى التسديدات المشتركة وغيرها. والجيم بلاي والرسومات غاية في الروعة، وأشبه إلى حد كبير لعبة كابتن سوبازا رايز اوف ذا نيو تشامبيون وألعاب فيفا وبيس من حيث الجيم بلاي. وتقدروا تفتحوا شخصيات وتكونوا فرق، ولو زهقتوا من المباريات ضد الكمبيوتر تقدروا تلعبوا اللعبة اونلاين مع أصدقائكم أو مع عالم آخرين من دول مختلفة، لكن بصراحة لا أنصح فيه، لأن معظم الناس اللي بتلعب اونلاين بيكونوا محترفين بشكل كبير، ومش هتستمتعوا باللعب معاهم. فحاول تشوف صديق ليك بيحب الانمي والعبوا اللعبة مع بعض زي ما تحبوا. اخر لعبة معانا النهاردة وهي لعبة ابطال الكرة الجزء الثالث، سواء تيم اوجر اتاك او بومب بلاست او لايتنج بولت. طيب كل الالعاب اللي ذكرتها من شوية ما بتشتغلش على كل الاجهزة، ففي منها بيحتاج بعض الامكانيات اللي مش عند كل الناس وفي كل الاجهزه، زي مثلا رامات 4 جيجا او حتى 8 وكارت شاشه وبروسيسور متوسط نسبيا. طيب انا جهازي ضعيف ملعبش خالص ابطال الكره؟ لا، ازاي؟ الالعاب اللي ذكرتها دي بالاضافه الى الجزء الثاني او الجزء الاول كلها العاب جميله جدا وبتشتغل حرفيا على اي جهاز. في منها نسخ لل 3 دي اس، ده لو جهازك كويس تقدر تلعبها على محاكي السترا. اما لو لا، جهازك يعني على الله حكايته زينا يعني عادي مفيهاش اي احراج، فيا صديقي العب نسخ النينتندو دي اس، ودي بتشتغل على محاكي اسمه ديسيميوم، وحجمهم صغير جدا. وعموما قصة الجزء دوت بتتمحور حول افضل جزء بالنسبة ليا في ابطال الكرة الجزء الاول، وهو جزء كاس او تور كأس العالم اللي بتنافس فيه فرق انحاء العالم او انحاء كوكب الارض يعني عموما، بقيادة عامر ورفقائه. اللعبة كرسومات ممكن ما تبقاش افضل شيء، لكن الجيم بلاي جميل وسلس، وبيعتبر اول جزء اهتم واتطور، مش اول جزء بدأ، عشان في فرق، والفرق دوت يعني مهم. تمام. المهم هو اول جزء طور نظام التاكتكس او الاستراتيجيات الهجومية والدفاعية، وكل استراتيجية بتشتغل بشكل جيد مع فرق وبشكل سيء مع فرق اخرى، فعليك الاختيار بحذر ما بين الاستراتيجيات اللي هتستخدمها. وطبعا لو زهقت من القصة ممكن تتجه وتكون فرق خاصة بك عن طريق استكشاف اللاعبين وضمهم لفريقك، او انك تلعب بطولات مع فرق مختلفة من الذكاء الاصطناعي. وبس كده اكون خلصت قائمة النهاردة، واتمنى يكون الفيديو عجبكم لان بجد تعبت فيه جدا. وان شاء الله لو عجبكم هعمل فيديو له علاقة بالفيديو دوت، وهتكلم عن كل الالعاب بتاعت ابطال الكرة بشكل مفصل، وهقول هتكلم عن ايجابياتها وعيوبها من وجهة نظري الشخصية. تمام. فياريت نوصل الفيديو لمشاهدات كتير ولايكات كتير علشان ابتدي اجهز الفيديو الجاي ان شاء الله. واخيرا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. كان معاكم احمد عمران، والسلام عليكم.